صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد ان شاء الله نصور فيه. ده فيديو تعليمي غير فيديوهات اللي بنزلها لكم باستمرار. دايما بنفرش على السرير اوردرات العرايس وبصورها لكم. فحبيت النهارده اشارككم الكوشن ده والرنر. انا حابه ان انا اعمله عشان خاطر الديكورات في التصوير بالنسبه لفيديوهات العرايس والاوردرات اللي بننزلها على طول على السرير. فحبيت ان انا اشارككم ازاي هركب السوسته وازاي هقص القماش المشعر ده، وكمان الرنر ده كمان عشان بنستخدمه على السرير مع القطن واحنا بنصورها. حبيت ان انا اشارككم طريقه قصه، لاني قصاه قصه عشوائيه كده وبطنته كمان. وخامه القماش المشعر ده غير خامه القماش اللي انا مبطنه بيه، فبتحتاج شويه خبره في التقفيل. فان شاء الله مع بعض كده هنصور الفيديو ده في طريقه القص والتقفيل في كله في فيديو واحد، بحيث ان انتوا تستفادوا معايا، بما ان كده هنفذه عشان خاطر نستخدمه في التصوير في الفيديوهات. فقلت ليه لا نشارك معاكم فيديو الخياطه بحيث ان انتوا تستفادوا على قد ما تقدروا. كمان خصوصا ان انا هركب سوسته في الرنر المربع الكوشن ده، في الكوشن المربع ده، فقلت ليه لا تستفادوا من تركيب السوسته بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه. فخلينا مع بعض يلا ندخل على الفيديو على طول ونشوف ازاي هركب السوسته ونشوف ازاي هنقص الرنر ده. كمان هوريه لكم بعد كده في الديكورات في التصوير بالنسبه لاوردرات العرايس. يلا بينا نبدا الفيديو. لو اول مره بتشوفينا ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار كل فيديوهاتي. ويلا بينا ندخل على الفيديو. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كنت طبقت اصلا القماش قبل ما افتح الفيديو. القماش ده كان يعتبر الطول متر، على حاجه اعلى نقطه كده في مكان ما انا قصيت كان يعتبر طولها متر، في العرض كان 60 سم. بصوا الرسمه انا مغوطه لجوه ازاي قد ايه، ورغم كده كان محتاج يتغوط اكتر من كده لجوه كمان شويه عشان يبان، خصوصا ان الرنر ده فيه شعر ومشعر، فالشعر شويه كده مداري على ملامح المفرش. يعني لو المفرش ده 2 كده قماش في وش بعض كنت اقدر اقول لكم ان هو لا الرسمه واضحه وباينه، لكن بصراحه فكره الشعر ده كانت عامله شويه، فتقدروا ان انتوا تلموها اكتر من كده شويه. حتى هنا كنت باخد راي ام فرح معايا في الورشه وبقول لها انت مش حاسه ان هو عريض شويه؟ كان محتاج ان هو في العرض ال60 سم ده كان يقل شويه، يخليه مثلا 50 او كده. فقالت لا هو كده كويس جدا، لانه هيتحط على السرير، مش مثلا رانر لتسريحه او بار او كده. محتاج ان هو يبقى اقل شويه في العرض، لان انتوا عارفين ان الحاجات دي بتبقى شويه تسريحه والبار بيبقى شويه قليل في العرض. يعني البار تقريبا بيبقى حوالي 40 سم، فمحتاج ان ده على الاقل يبقى 35. كذلك التسريحه بتبقى حوالي 35 سم او 40 سم بالكتير جدا في العرض، 30 سم كمان، فكان هيبقى قليل. لكن ده انا هستخدمه في السرير في الفرشه، بحيث ان احنا نحاول نغير شويه ونكسر في التصوير، ان انتوا عينيكم تشوف افضل حاجه ممكنه. كمان على فكره القماش المشعر ده غالي مش رخيص، فانا حبيت ان انا استخدم وش من المشعر ده، والظهر ابطنه. ولو مش كنت ممكن على فكره اقص عشوائي وما كانش هيحتاج اي حاجه خالص. مفرح كانت عامله لي كوبايه شاي، تسلم ايدك يا ام فرح. انا عايزاكم تسيبوا لي كده دعوه حلوه لام فرح تحت التعليقات، لان يعتبر هي اللي بتقفل معانا على المكنه في التصوير لما بنيجي نمنتج الفيديو او نصور ننفذ الافكار ده على المكنه. فيعتبر هي اللي بتبقى قاعده على المكنه وبتخيط وانا بصورها، بحيث ان انا اكون عارفه ان انا موضحه التصوير اكتر، عشان لما اجي منتج الصوت الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لكم. هنا بعمل ايه؟ هنا باخد مقاس الظهر اللي هبطن بيه الكوشن، لان انا هعمل رانر احطه على السرير كده في التصوير. ان شاء الله اعمل لكم ديكورات حلوه على قد ما اقدر. بجتهد والله ان انا اعمل حاجه تنبسطوا بيها وانتوا بتتفرجوا عليها، تبقوا مستمتعين، وكمان تاخدوا منها افكار كمان للعروسه، بحيث ان هي لو حابه تعمل ديكور مثلا على السرير مع المفرش بتاع في الفرش، يبقى برضو ايه شافت الحاجات دي. خصوصا ان انا بشوفها كمان كتير بيستخدموها لما بيكونوا بيعملوا، الناس اللي هي بتاع اصحاب القنوات اللي بتعمل روتينات في المنزل وكده، لما بيجوا يغيروا فرش السرير وبتاع بيعجبني بصراحة الافكار اللي هم بيبقوا ضايفينها فوق المفارش. فقلت ليه لا خلينا نضيف لنا كده اي فكرة، خصوصا ان انا جايبة القماش ده من زمان عشان اعمل منه افكار وادخلها بكذا فكرة في كذا كوشن، بحيث ان احنا نغير من شكل المفارش. بتبقى في مفارش بسيطه وسيمبل، وبتبقى العروسه محتاجه ان هي تضيف بس لو حاجه بسيطه كده تغير من شكل المفرش. فقلت ليه لا تعالى نعمل كده. بصوا الحاجات اللي بتنزل دي مكان ضربه المقص بس، لان هو مشعر، بعد كده الحاجات دي خلاص بتروح خالص وما بتبقاش موجوده. بصوا بوظت الهدوم اللي انا كنت لابساها، لان اللبس اللي لابساه كمان شيت وبيمسك فيه الشعر ده جامد.
بس يلا كله يقول عشان خاطر عيونكم. تعالوا اشربوا شاي معايا. تعالوا بقى هنا اوريكم حاجه. علبه الدبابيس دي مهمه قوي ان هي تكون عند اي خياطه، لانها بجد بتفيدني في حاجات كتير جدا، وبتفيدني كمان في التصوير لما باجي اثبت بيها الملايات من كورنيش من على الجوانب او كده بستخدمها. كمان في القص وفي الخياطه بحتاجها كتير، بثبت بقى حاجات كتير. بص هنا كنت انا ثبت كده الرنر مع القماش. لما جيت اقص الرنر المشعر ده ما رسمتش الرسمه على الجنب اللي هو المشعر، لا خدته كده حوالين القماش بطريقه عشوائيه، بس خدتها اكتر شويه لان احنا القماش المشعر ده مش هتقدري تتحكمي فيه بسهوله. بصوا هنا كنت بعمل ايه، ركزوا بقى معايا قوي. الرسمه في القماش، اما الرنر زي ما قلت لكم كبير واكبر من الرسمه ومش محدده في الرسمه خالص. انا همشي على القماش اللي هو مرسوم عليه الرسمه دي. هنا كنت عايزه اقول لكم بقى ايه. هنا ام فرح كانت بتعمل ايه، هنا كانت بتلف جزء بجزء، يعني ما كانتش بتاخد كل القطع كده وتمشي داير كده لحد ما توصل للاخر. القماش ده يا بنات الاتنين عكس بعض، يعني الاتنين مش نفس الماتيريال. اللي هو فيه الشعر ده فيه مطة شوية، فكان لازما ان احنا نكون متحكمين في القماش. هنا كنا بنساوي جزء. مثلا انا خدت الجنب ده على الشمال شوية ورحت رايحة قصاده في الجنب التاني واخده بالظبط نفس المسافة اللي قصاده. هطلع هنا تاني وهلف. بصوا بقى انا عملنا ايه. هنا بقى احنا كنا واقفين خياطة فين، واقفين هنا لحد فوق ايد ام فرح كده بحوالي 20 سنتي هنبدأ ننزل. بصوا من هنا كده احنا واقفين فين، مكان ما واقفين هنا كده هناخد الجزء ده حوالي 20 سنتي وهننزل بيه لتحت تاني عشان نقدر نتحكم في القماش، عشان ما تعملش زي كسر كده او تنيات قدامك وانت بتخيط. اي حاجة فيها مطة ما ينفعش تتاخد ستريت مرة واحدة، لازم تاخديها جزء بجزء، جزء قصاد جزء، جزء قصاد جزء لحد ما تخلصي البتاع ده. حبيت، انا عارفة ان انا ممكن اكون مطولة عليكم الفيديو شوية بس، وان هو حاجة بسيطة يعني، ده رانر وكوشن الموضوع مش كبير، بس بجد انا حبيت ان انا عارفة ان في ناس مبتدئة وبيبقى الموضوع ده بالنسبة لها صعب شوية. الحاجات البسيطة اللي انتوا شايفينها ممكن تكون بسيطة، بالنسبة للمبتدئين ممكن تكون صعبة قوي. وانا بصراحة بحب اوصل المعلومة بالراحة واحدة واحدة وزي ما اكون انا بخيطها بالظبط من اولها لاخرها بحيث ان انتوا تستفادوا. وانا عشان كمان مش بنزل فيديوهات خياطة كتير فبحب بجد اتقن اول فيديو في حتة المعلومة واتكة شوية على نفسي في الشرح وفي ان انا اوصل لكم الدنيا هنا كده واحنا بنخيط بحيث ان الدنيا تبقى سهله. بصوا بقى احنا عملنا ايه، جزء بجزء، حته بحته، شمال ويمين، مش كله مره واحده عشان تقدري تتحكمي. ومعاكي دبابيس ثبتي بقى القماش اهو. هنا بنكون فردين القماش وعادلينه خالص من الجنبين، ونروح هنا كده مع الرسمه. طبعا بتمشي مع الرسمه لما تيجي تلفي عند حته اغوط شويه حته اعلى شويه. هنا كنت بقول لها بس انت ما عملتليش فرماتوره اول ما بدات خياطه، فعديل على الحته دي تاني عشان خاطر دي كانت اخر حته سايبينها اللي احنا هنقلب منها. هنا عملت ايه، هنا نظفت بقى كده المفرش دايرين ده. بصوا الرسمه وضحت جميله ازاي، بس صدقوني لو كنا غوطنا الرسمه دي اكتر كانت هتبان احلى من كده كمان، لان الشعر بجد دار ملامح الرسمه شويه يعني مش مبينها قوي، بس هيبان اكتر معانا بعد كده ان شاء الله لما نستخدمها كديكور معانا في مفارش العروسه ان شاء الله تستوعبوها ويكون شكلها بالنسبه لكم تقولوا لي حلوه يا من الناس اللي بتتابعني وبتشوف الاوردرات اللي بنصورها. هنا هون كنا خلاص قلبناه وقفلنا الحته اللي احنا كنا سايبينها مفتوحه. طبعا نضفتها اوفر من جوه عشان ما تبقاش مكلكعه. الشعر بقى حاولنا ان احنا نسحب الشعر من الطروف كده بحيث ان هي تبقى واضحه. تعالوا بقى مع بعض نشوف الكوشن. انا كده على اي جنب من الكوشن ده، لان الكوشن ده 45 في 45، بركب السوسته ازاي، بخلي وش السوسته لوش القماش وبنيجي على الطرف الاولاني من ناحيه الكوشن كده وبنخيط جنبه. بص السوسته مقلوبه ازاي، مقلوبه وشها للشعر وبنخيط الجنب ده. هنا كنت بقول لام فرح ان احنا ما عملناش اوفر، بس احنا اتاكدنا من ان القماش ان هو مش هيحصل له حاجه، وجينا هنا على القماش الجنب التاني وبتاع القماش اللي هنبطن بيه الكوشن وعملناه اوفر. هنا بقى قلبنا السوسته وجبنا الطرف التاني اللي احنا مش مخيطين عليه خليناه هو والكوشن، السوسته والكوشن الاتنين وشهم للقماش اللي مبطنين بيه.
مبطنين بيه. صح، نطقتها صح. المهم يعني تخيطوا جنب السوسته. على فكره احنا هنا مستخدمين الدواسه بتاع السوسته اللي هي الرجل الفتحه بتاعتها ناحيه بره. وركبنا السوسته ازاي بقى؟ ركبناها على المفتوح زي ما انتم شايفين بكل سهوله اهي، وما خدتش اي حاجه مننا. دي سوسته على فكره من اللي بالمتر عادي، وتقدر تجيبي اللي هي بتبقى كبيره قوي واحنا بناخد منها على قد الشغل اللي احنا بنعمل منها كفرات للحفه وكده. تقدر تجيبي السوسته عادي من اللي هي السوسته السحريه، وبتتركب بنفس الطريقه اللي هي بالمتر، اللي بتبقى 50 سنتي 60 سنتي كده. تقدر تجيبها براحتك خالص. هنا بقى قفلنا خلاص، اللي حطينا بقى الطبقتين على بعض عادي خالص، وهنقفل بقى الثلاث جوانب الباقيين، وهعملها اوفر واقلبها واوريها لكم شكلها النهائي عامل ازاي. اللي وصل معايا لحد هنا، لو اول مره بتشوفيني ما تنسليش في لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. وما تنسونيش بقى في تعليق حلو، واكتبوا لي دعوه حلوه، وقولوا لي عجبكم الكوشن والسوسته كانت سهله بالنسبه لكم ولا لا، لان في ناس كتير جدا كانت بتكتب لي تحت التعليقات يا ام امل احنا عايزين نعرف السوسته بتتركب ازاي. وناس كمان اللي بتدخل لي على الواتس وبتقول لي نزلي فيديوهات خياطه. السوسته سهله جدا، اسهل منها مفيش، وزيها بالظبط زيها زي السوسته السحريه. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هركب لكم السوسته السحريه في خداديه، واوريكم برضك في ظهر خداديه او في خداديه من تحت، خداديات الكبيره اللي هي بتاع اللطقم عادي، واوريكم ازاي بتركبوها وبنفس الطريقه. هعمل لكم كمان معاها كذا فكره بحيث ان انتوا تبقوا مستوعبين. هنا كده كنا خلصنا الكوشن وعملناه اوفر وقلبناه على وشه. انا كنت حطيته لكم بس على قماشه اسمر كده على الترابيزه، لحد ان شاء الله ما نصور فيديوهات اوردرات واستخدمه على السرير واوريكم الشكل انها عامل ازاي. الرسمه برضو باينه، يعتبر باينه، بس هي لو كنت